في هذا الفيديو هنشوفوا كيف أن الإعلام التونسي اعترف وصرح بأن نهائي كان 2004 اللي دار بين المغرب وتونس عرف كولسة، وبأن انتصار تونس على المغرب كان غير مستحق. ونشوفوا كذلك كيف أنه رشح المنتخب المغربي لنهائي الكان 2024. نبقاو معنا، لكن من قبل وباش تكون أول واحد كتوصل بآخر المستجدات المغربية والدولية، المرجو وضع زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. كنا روحنا في الفينال ربحنا 2 ماتش برك 96. كنا روحنا وفي أكثر بطولة ما كناش طامعين فيها 2004 وهزيناه. كي نغزروا وقتها نشوفوا في الشيما ماشي يجينا نيجيريا وقتها بونكوشا والهم الازرق والسنغال سيرتو وجاونا نيجيريا والسنغال وطيحناهم وهزيناها وي. انا بلي ايمن ما نحب نستغل وجود سي عبد الباقي خاطر ديما عندك الحكايات اللي ما يعرفهم حتى حد. عرفت 2004 تو احنا حضرنا عليه وتفرجنا وتبعنا وشخنا بالكيب ناسيونال وقتها، وكانت اسامي كانت برشا كورجيه كاليبر كبير. انا ولكن فما شويه كوليس في الحقيقه مثال احنا نحكيو على الكان وعاملين جو كذا، كيف فما شويه كوليس. تحب باش نهرب من سؤالك؟ لا ما تهربش. نقول لك حاجه، مع العلم انه وقتها لجنه التنظيم والرئيسه كان وقتها سيد سليم شيبوب. كرة القدم في العالم الكل هذه كوليس. معناها تكونفيرمي لي 2004 كان فما حاجه. انت حلل وناقش. يعني ناقش انا حلل وناقش واكتب بعد. اجابه واضحه. هي ما مستحق التيتر كمان في الاخر. انا بيان سور لا نستحقوه، لعبنا قدمنا باركور باهي اقنعنا ربحنا الماتشات. ما لفاش خدمتنا الكواليس. شوف الكواليس راهو كي يقولوا كواليس راهو مش بالضروره تبيع وتشتري. كواليس هذا تحمي نفسك من انه يضرك. تعرف ناس تنجم تضرك، تحمي منها نفسك وكاو، تحمي نفسك وتلعب الكره راجل تستبق. ايش بيه ماتش السنغال حيدر؟ ما كي تحمي نفسك بزايد تنجم تضر. لا ايش بيه كي تحمي روحك اكثر من لازم تنجم تضر الناس الاخرين. توفر حمايه فقط. اي هو ايش بيه ماتش السنغال؟ قال على ماتش السنغال معناها ايش بيه؟ انه التحكيم كان شويه الى جانب تونس نوعا ما معناها في منطق الحمايه. بوشتيم وقتها الاماراتي بوشتيم وقتها زدنا 10 دقائق. وقت اللي زاد 10 دقائق في مصلحتنا، مش في مصلحتنا. كان في مصلحه السنغال معناها 10 دقائق كي زادها هي تنجم ترجع تعدل لنا معناها. نورمالمون احنا طمعنا يعملنا دقيقتين ويزفر، هو عمل 10. بالكش كان بالك نيجيريا ساعد ماتش نيجيريا زياد جزيري جاوبك اكثر. هو في التاريخ زياد يقول لك، زياد حبيبنا واخونا يقول لك ضربه جزاء لا غبار عنها معناتها. لديك اقوال اخرى سي عبد الباقي. والله حتى بتاع كانو فيها شويه فيها وعليها. هذيك علاش اللي عطيتهم لي اكثر ادفيرسيرات يساعدوني اني نكمل الثاني. انك تكمل الاول راك باش تلقى الجزائر ولا بوركينا فاسو، نوتر بيت نوار بوركينا فاسو والجزائر. في الثانيه الكونغو خبزتنا وتنزانيا هكا ولا لا؟ شنو كونغو لا مش تنزانيا. كونغو تنزانيا وثم واحده اخرى زامبيا والمغرب. والمغرب الاولى الثانيه مالا شنو. اذا كان كملوا الثانيين باش نلعبوا مع الاول نتاع الجروب اللي فيه المغرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا. فوالا فيهم المغرب. دونك على الورق المغرب تكمل ما تصدق. على الورق ما يساعدكش تكمل ثاني. ما يساعدنيش. نتراجع في كلامي الكل. دونك لازم نعملوا ترى ترجع لي انا فيكتوار الجزائر وبوركينا ترجع للمتنقل ولا المغرب. ترجع للمتنقل المزبله ولا لا شنو وبعد طرف ما نرجع نطلع المغرب. خبزتنا زاد تخرجي لك عنوان رغم اني اقوى منا برشا. هي اقوى منا. تحبذ انه نلعبوا في الويتيام دو فينال نلعبوا مع المغرب اللي كان الرابع في المونديال. في السبعينات كنا احنا خبزتها، بعد خذينا الروليف ولات هي خبزتنا، الى حد الان مازالت هي خبزتنا. هي ما نحكيو على رابع المونديال بالمنطق بالواحد مغرب تسكنا وتربحنا وتتعدى. داكور متفاهم. اما يا خويا ثم حاجات اخرى في الكوره الله اعلم. هاي سمير كمل فكرتك. لا سي بون لك. هو دونك من المستحسن انك تربح لي 3 ماتش ولا تتصدر يا سيدي. ما تربحش تتصدر مجموعتك تقعد في مكان نتاعك. تصور انت باش تنقل من مدينه لمدينه تهز دبشك الكل ودينك الكل خاطر باش تلعب ماتش ومن بعد ما تعرفش على روحك من غادي مش تروح لتونس ولا مش تمشي لبلاد اخرى. تمشي لمدينه اخرى. مدينه اخرى دونك تبدا تتنقل من البلاد للبلاد كو تربح وتقعد في هي انا ما فهمتش ساعات باقي تحب نلعبوا مع المغرب في الويتيام ولا والله شوف شنو توا كي تغزروا احنا الكوب دافريك هذه مهبوله اللي ما يقولش المغرب فافوري نيميرو 1. المغرب بالنسبه لي هي اقوى جروب موجوده في المغرب واقوى فريق واقرب فريق للتتويج. معناها هذا هي المنطق نتاع الواحد. مي كما قلت لك تاريخ مواجهتنا احنا مع المغرب كان يفيد ضدنا. احنا طيحناهم في الاولمبياد، طيحناهم في الكوب دي موند، معنا مازلنا
الى حدود عامين 3 التالي معناها. باهي نذكروا مره اخرى في لي كروازمون اللي ممكن يصيروا اذا كان كملوا متصدرين باش نلعبوا مع الثاني نتاع المجموعه جروب دي الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا وانغولا. اذا كان كملوا الثانيين نلعبوا مع المتصدر نتاع المغرب كونغو زامبيا وتنزانيا. اذا كان نكملوا ما بين الثلاثه افضل الاربعه ثالثين باش نلعبوا مع الكوت ديفوار في ابيجان. مش معناتها مع المتصدر نتاع بول كوت ديفوار اللي هي الكوت ديفوار يعني ما فوالا قدام 60,000. انا حاسه باش نترشحوا الاولاني باش والبول نتاع الجزائر بوركينا فاسو باش تجي الثانيه باش نلعبوا مع بوركينا فاسو في اليوتيوب دو فينال. حاسه باش تصير حاجه هكايا. هما راجعين باش نحكيو على المنتخب المغربي. سي عبد الباقي اخر اخباره واخر تحضيراته. المجموعه نتاعو فيها برشا تغييرات. برشا ملاعبيه كانوا موجودين في كوب دي موند قطر ما همش موجودين حاليا. هل هذا سيؤثر على الركراكي؟ واخر نهائي لعبوا المنتخب المغربي واخر نصف نهائي وصلوا كان في كان تونس 2004. حيدر المنتخب المغربي اللي عمل الدومي فينال نتاع كاس العالم وربح بلجيكا وربح البرتغال وربح اسبانيا. معناتها نفس السؤال نتاع قبيله يعمل له ضغط والا موتيفاسيون؟ هل انه يلبار كوم لو بروميير فافوري المنتخب المغربي؟ نعرفوا انه عديد من المرات يعطي معناتها منحى عكسي. هو ساعة لازم نعترفوا الحقيقة هذه حاجة تفرحنا. منتخب شقيق انه اليوم المنتخب المغربي عنده افضل جيل في تاريخ الكرة المغربية على الإطلاق، على الأقل هذه بمستوى الأرقام والإنجازات اللي تحققت رياضيا بالنسبة لهذا المنتخب اللي معناها كي تقرأ القائمة والقائمة قدامنا كل اسم ينسيك في الاسم الآخر. معناها كي تشوف التركيبة باش تعملها من الديفونس ولا ميليو تيران ولا لي زاتاكون معناها الدوخ لازم بالرسمي تكون وليد الركراكي باش تختار 11 ينجحوك في كومبيتيسيون كيما هكا. لكن أنا ما عنديش إجابة بقدر ما عندي سؤال الحقيقة. المنتخب المغربي وكأنه عنده مشكل في القارة متاعه. المنتخب المغربي وكأنه متفتح أكثر على القارة الأوروبية في طريقة اللعب، في التفاهم بين اللاعبين، في الجودة متاع لعب. في القارة ديما عنده إشكاليات، ما عندوش تاريخ ثري في القارة الأفريقية. هل تعتبر هل ممكن يكون بالنظر لطبيعة الملاعبين اللي كلهم متكونين في أوروبا في هولندا وبلجيكا أكثريتهم الاتموسفير مش نفسهم؟ ينجم يكون في وقت من الأوقات زادت تطرح موضوع النجومية وأنه المنتخب المغربي عنده فرديات وما عندوش مجموعة وأنه كل واحد كما نقولوا احنا على روحه وكذا وكل ما هو مقصود بالكلام هذايا. لكن للاسف انه المقابلات والمشاركات تاع المنتخب المغربي اكدت الكلام هذا. ما نعرفوش اذا كان ليديسيون هذايا باش يكون فيها تحدي من نوع اللي انا ما نجمتش نعمل تاريخ في القاره هذا الوقت المناسب اني نعمل ونكتب تاريخي في القاره، ولا انه القاعده باش تتواصل. المنتخب المغربي منتخب عملاق كبير ممتاز يفرج فنيات فرديات من حارس المرمى من بونو وانت ماشي حتى للناصيري. معناها تشوف الاسامي تدوخ، تشوف طريقه اللعب تعجبك، تحس اسبانيا تلعب، تحس البرتغال، تحس ناسيون كبيره في الاوروب. لكن في القاره هاني قلت عنده مشكل. على فكره لو قداش من مره كي نتفرجوا المنتخب المغربي في تونس نحكي لانه ما عندناش العقده هذيا نشجعوا المنتخب المغربي ونشيخوا بالكوره وبالطريقه وبالمانير نتاعو، لكن ديما يفاجئنا انه يعمل لنا هكا ديسيبسيون ويروح على بكري. نعتقد انه الكان هذيا بالذات باش تكون اكبر تحدي في تاريخ الكره المغربيه، لانه كي تكمل رابع العالم المنطقي والطبيعي والمفروض انك تهز تيتر كوب دافريك وتروح، ما عندكش حتى هدف اخر معناها بالنسبه للمنتخب المغربي. سمير فناي المنتخب المغربي ثم 11 لاعب كانوا موجودين في قطر، ماهمش موجودين لكن ماهمش ملاعبيه اللي كانوا اساسيين ولا صنعوا هك الربيع نتاع المنتخب هذاك. اهم الاسامي اللي مش بتكون موجوده رضا تقناوتي حارس الوداد، حمد الله فقط، حمد الله، بدر بانون، اشرف داري، يحيى جبران نتاع الوداد رغم اللي قاعد يقدم في اداء ممتاز مع الوداد. كان موجود يحيى جبران في قطر. هل 11 ملاعب هذوما اللي مش موجودين في قطر اللي كانوا موجودين مش في قطر ومش موجودين توا، ما مدى تاثيرهم معناتها ما مدى تاثير غيابهم على المنتخب؟ الركراكي عنده الشوا انه يختار يخرج 10 ملاعبيه نتاع المونديال ويدخل 10 ملاعبيه اخرين، وانا نرى انه ممكن خير منهم اي ممكن يكونوا خير منهم. لاعب وحيد فقط هو حمد الله اللي كان ينجم يعاون. شفنا المردود نتاعو مع الاتحاد. فما زاد سمير سامحني اوناحي زاد تراجع كان مهم ياسر في المنتخب المغربي، كان ورقه مهمه ما نعرفش اكيد عنده المعوض سيرتانمون معناها مؤكد. وناحي ربما الشوا نتاعو اللي مشى لمارسيليا اثر عليه نوعا ما. لاعب وحيد فقط من الوداد، باقي كل من اوروبا من بلدان اخرى. جارديان من الجيش الملكي اي صحيح سامحني. وجارديان المهدي بن عبيد، يحيى عطله هذايا ممكن الصيف الجاي ما تلقاش يلعب، ما عادش عنده عروض كبيره ياسر.
انا في بعض الملاحظات على المنتخب المغربي، وانا نتبع في الكوره عندي توا سنوات. ديما المنتخب المغربي تلقى عنده فرديات ممتازه جدا. صحيح. جيل 86 كاس العالم هذيك متاع كريمو ومتاع خايري ومتاع بديو تيمومي، باقي المجموعه، والدرس اللي عملوه في البرتغال ومونديال ناجح بكل امتياز. على المستوى الافريقي ما تلقاش. وي. المنتخب المغربي جيل التسعينات، المنتخب المغربي 2004 اللي كان يتفوق علينا في الفرديات نتاعو ولكن ربحناه. المنتخب المغربي شنو اللي غيروا توا؟ حتى جيل التسعينات زاد راهو مهم جدا. مع هذايا فسخوا الجيل هذايا، فسخ جيل التسعينات، راهو تلقى فيه نور الدين النايبت، الحاجي، صلاح الدين بصير الركراكي بيدو، القرقوري. ديما عندهم لاعبيه كبار المغرب، ديما عندهم الحاجه عقب عليها تعدى عليها ولكن مهمه، انه المنتخب المغربي انا حسب رايي عنده فرديات عمره ما عمل منتخب قوي. الفريق ما فماش مجموعه الروح نتاع المجموعه ريناها في المونديال. وهذا اللي نجح فيه الركراكي حسب رايي انا، ضد منافسين اوروبيين. صحيح، هذا هو المشكل. وذاك علاش هو كان متحفظ. وكش قال معناها كومبيتيسيون واحده اخرى وظروف اخرى ومشاكل اخرى، والكومبيتيسيون هذه كاس افريقيا معقده، قريب يقول معقده اكثر من كاس العالم، خاطر الاتموسفير مش نفسه. مش كيما استادات قطر، والاتموسفير نتاع قطر في الشتاء مش كيما تلقاه في الكوديفوار. هذا هو. وبالتالي يا اخي انت في الدوره اللي تعدات المنتخب الجزائري بالفرديات اللي عنده كل شيء خرج من الدور الاولاني، ما تنجمش تستغرب. وبالتالي انا نعرف ومتاكد انه راجل خدم في الناحيه هذه، اللي شفته في المونديال وشفته حتى في المباريات الاخيره كانوا المنتخب المغربي مع الفرديات ولا عنده مجموعه قويه، عنده حارس متميز، عنده ملاعبيه في الدفاع في الوسط الهجوم، عنده على البنك على شكون ترضى. وبالتالي يقعد المنتخب المغربي من المنتخبات اللي على الورق نجموا نأهلوها ونقولوا هذه أبرز، ربما مع السنغال أبرز زوز منتخبات، ولكن حقيقة الميدان نجم تعطينا ربما نتائج أخرى. الحمد لله اللي ما مشاش في الليسته. لو كان جا تونسي يلعب قبل الناس الكل. الحمد لله تتفرج فيه في اتحاد جدة. طبعا لو كان جا تونسي يلعب قبل اللاعبيه الكل، ماهوش موجود اصلا في الليسته. والله نفس الملاحظة البارح حكينا على أدم تراوري نتاع المستير اللي ما عيطلوش المالي. كان جاي في تونس ابو بكر تراوري البيتور نتاع المستير ما عيطلوش المالي، كان جاي تونسي. هو تيتولي دوك يوريك احنا مع النقص اللي عندنا النيفو وين بالضبط. حتى كينغسلي ايدو كان جاي تونسي راه مشى للليست. اي ولا بعد الفرديات سعود الباقي ستكون صوت الحكم في الموضوع هذا. تعتبر انه المغرب باش يكمل في نفس المسيره والانجاز نتاع كوب دي موند قطر، والا باش تصير مفاجاه؟ هل بوجود اشرف الحكيمي وياسين بونو والمزراوي بلاعب البايرن وعز الدين أوناحي وزياش والكعبي في اولمبياكوس والزلزولي في بيتيس وامير العدلي في باير ليفركوزن تبع فيه مع شافي الونزو متقدم في مردود ممتاز جدا، يوسف الناصيري اشبيليا، سفيان بوفال، هذوما الكل النجم كمان الحظ ما يمشيش معاهم. هذوما يمشيوا الحظ بالسيف. معناها اذا كان المغرب ما تهزش كوب افريقيا هذه راهي مش تستنى 20 سنه اخرى باش تهز بكل صراحه. خاطر اللي كان يحكي فيه توا سمير وحيدر الزوز حكاوا على الفرديات في المنتخب المغربي واللي ما وصلتش قبل النتائج. صحيح وصلت توا بفضل المدرب عرف يألف بين الفرديات هذه ويصلح ويصنع مجموعه واقعيه جدا في ادائها، وهذا شيء كان ينقص المغاربه يشيخوا بالكره فنانه يحبوا تعرف المغرب راهو عنده تقاليد المشاركات الدوليه اكثر فريق افريقي. أول فريق يترشح عن أفريقيا للمونديال بتصفيات تهم أفريقيا فقط هو المغرب سنة 1970. خاطر قبله شاركت مصر عام 34 بتصفيات تجمع آسيا بأفريقيا فيها تقريبا 3 ولا 4 منتخبات برك وقت، منهم منتخب فلسطين. الناس اللي ما تعرفش 1934 فلسطين تلعب في تصفيات كأس العالم. الور أول منتخب عام 70 نحن عام 70 هاي ماتش في مارسيليا ولا وين بالقرعة بالقرعه في الاخر. اول منتخب بيمشي المونديال افريقي. الور منتخب دائم الوجود معناها في الرهانات هذه، وعنده عدد محترم جدا المشاركات في المونديال في كاس افريقيا. منتخب قليل التتويج على المستوى الافريقي رغم انه كان بامكانه يهز على الاقل 4 تتويج واحد بركه كيف ولا تتويج واحد من عام 76. اعتقد انه توا كل الظروف الفنيه متوفره للمغرب وكل ظروف الحمايه ايضا متوفره للمغرب باش يجم يكون هو بطل افريقيا، واذا كان هزها باش يكون اميريت
وزيد انا واحد من الناس ان شاء الله تهزها تونس، لكن كان هزتها المغرب، نقول لهم تستاهلوا بحقكم، وديما عندكم دين تشريف افريقيا والعرب في المونديال الاخير. تجي معنا في اللاميتين ونحيوها سي عبد الباقي كي نحيها انا تسلسل المنطق نتاعك. ولكن انا كيف تهزها في المغرب في الاخر نقول لهم شابو وتستحقوا لا. على الخدمه اللي خادمينها الى حد الان في السنوات الاخيره. سي عبد الباقي خلينا نحاولوا خاطر كنت عاصرت عديد من الاجيال، ممكن برشا عباد ما يعرفوش. رجعتوني عمري 80 سنه يا ودي. تو جيل 86 تاع المغرب حاضر عليه. اي مش علي بن ناصر شد الفينال 86. علي بن ناصر شد الفينال. هل الجيل هذايا نتاع المغرب هو افضل جيل في تاريخ الكره المغربيه؟ هل هو افضل من 86 ومن 98 الجيل هذا؟ باي 86 جيل يختلف من حيث الامكانيات الفنيه الفرديه اللي بكري كنت نحكي لكم عليها، قلت لكم شوف ريفيلين وقارن بتو، فهمت؟ كي تحطهم في كونتكست الكره نتاع تو ما نعرفش عليهم شيء يعطيوك، ولو انه هو من الكونتكست نتاع الثمانينات والسبعينات ميسي يتحط في كره توا وراكش عنده، فهمت؟ بالبوتنسيال انديفيديوال اللي عنده، فهمتني؟ انديفيديوال مو قوي برشا. السبعينات والثمانينات المغرب حاجه تفجع. اي وبالتالي هو افضل جيل. افضل جيل بون صعيب باش تقول افضل جيل. انا كي تمشي للسبعينات زاد وتفكر انت بالعربي وتفكر فراس وتفكر تشوف حاجه اخرى زاد. كل جيل وكونتكستو، ما تيم با تو الجيل هذا تنجم نقول لك هذا افضل جيل خويا. لا هي شنو بالنجاح ولا اليه التقييم باش تقول افضل ولا مش افضل، يا اما بريزولتا سبورتيف معناها شنو حققت وانت اليوم كملت كاتريام في العالم معناها. دونك المفروض انه هذا افضل جيل على الاقل. هذا هو الجيل التاريخي للمغرب اللي عمل. وكان ما ينجحش يخرج من الدور الاول، هذا ما نحبوش يولي ما عادش افضل جيل. زعما حتى وكان اي بطبيعه الحال يتنحى له الميريت نتاع الكاتريام. انت رابع كاس عالم وتخرج من الدور الاولاني في كاس افريقيا. اكسيدون ممكن كل واحد وتقييمه. اما ثم هيك راهي الشوت بعدك قمه النشوه بعد تصير شوت راهو موجوده وصار انا تجم تصير وتكون معناها فريمون تجم توا الملاعبيه يمشيوا لكوت ديفوار يعرفوا رواحهم، هذوما بيديهم اللي حققوا الانجاز الكبير في قطر، خاطر اتر في قطر ومونديال سي با الكونتكست نتاع كوت ديفوار وكاس افريقيا وناموس الدك فيك وزرزوميه طالعه في الحيط وواحد هذاك علاش مشيت لها كوت ديفوار قبل فما مشيت لحتى بلد افريقي باختيار مني مشيت تقريبا ان توكا الزرزوميه اللي موجوده في حاجه باهي. ان توكا نحن متشوقين باش نعرفوا المنتخب المغربي هذايا بعد الانجاز اللي صار في الكوب دي موند لوين ينجم يوصل في الكوب دافريك في كونتكست مختلف مع منتخبات مختلفه بكره قدم مختلفه مع منتخبات مش بطبيعه اوروبيه. نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.